اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ضرب في المليان، الجزء الثاني من تجميعات مرتضى منصور. وزي وعدتكم وفيت بالوعد، ومعانا الجزء الثاني من الحلقة. بس في البداية بنفكركم بلايك واشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. في البداية كده نصلي على النبي ونشوف اول فيديو ونرجع نرد عليه. اهرب؟ هو في رئيس نادي يشتغل كده؟ هو انت بتكتفني ليه؟ مش عايزيني يقولوا مش عايزينك. قولوا لي مش بدل ما والواد والجناح والعيال اللي طالعه هو احمد مرتضى ما جابش ليه يد؟ يا ابني النادي ما فيهوش جنيه يخرب بيتك. انت بتتمنظر على ايه؟ ده كويس ان احنا واقفين على رجلنا. اصل احمد ما دعمش كويس اليد. يا ابني تاني افهم يا حمار، النادي ما فيهوش جنيه، كله غلط. يا ساتر القاضي الحقيقه هنا. يعني هو الطبيعي ان لما المشجعين النادي يطالبوا بصفقات معينة او تدعيم في فريق ما يكون ردك عليهم كده افهم الله يخرب بيتكم يا حمار، النادي ما فيهوش ولا جنيه، خلاص جبتوا ضلافها، ما عادش في النادي ولا جنيه. ده انت لسه طالع من كام يوم تقول ده النادي والخزنة فيها 250 مليار. راحوا فين؟ راحوا فين؟ وحتى لو الظروف على قدها ده يكون طريقة الرد على مشجع قلبه على النادي؟ ده احنا الحمد لله في نعمة، عندنا رئيس نادي ما بيطلعش اصلا ولا بنسمع صوته الا فين وفين. دي كده اول حاجة بنسخن بيها. نشوف اول فيديو هو عمال يخبط في الكل عشان في كلام مهم هنرد بيه. نشوف الفيديو ونرجع على طول. اوعى تبوظ العلاقه اللي بيني وبين نادي كبير عظيم اسمه النادي الاهلي. احنا مشكلتنا مع محمود الخطيب، ولازم البلد كلها تعرف ان ده لازم يتبتر. انا اختلفت مع محمود طاهر بسبب الالتراس بصراحه، واتقابلت معاه فين؟ في الامارات. بص، وحضان وهزار في ثانيه، لا يعتذر لي لا يبوس راسي. يا راجل ده انت ومحامينك نازلين شتيمه فيها 24 ساعه، انا ومراتي الهانم اسمها الهانم واميره هانم بنتي هوانم. وعارفين الست الهانم قاعده في بيتها ما حدش بيشوفها، لا بتنزل تويتات ولا الاطهار ولا الابرار. واميره هانم المحترمه عمرها ما غلطت. وتعرضنا يا مصطفى ل 100 ازمه. عمرك سمعت اميره بنتي عملت تويته او بتاع؟ مفيش الكلام ده عندنا خالص. انا معاك يا خطيب لنهايه العمر، مع احترامي لكل اللي كلموني فوق دماغي، شخصيات وطنيه محترمه جميله انا بحبها وبحترمها، تمام، لكن الموضوع زاد عن حده. وكل ما اعمل تنازل عشان البلد يفتكر عشانه هو. ده الجزء الاول، في جزئين تانيين عشان تعرف حجمك وحجمي. وياما دقت على الراس ايه؟ طبول ياما. وكل ما ربنا بيرفعني فوق مناخيري بتنزل تحت. دعم يا باشا، دعمهم. ويا شركه يا راعيه ما تديش الاهلي مليار وتدي الاسماعيلي 5 مليون، ما ينفعش. ده مش عدل، مش عدل، مش عدل. وهو بالنسبه للمصري هيدنوا يعني هيدنوا الراجل كامل ابو علي يدفع؟ لا طبعا، لا طبعا. وبعدين سؤال تاني، هو حضرتك في الماتش بتاع الداخليه والاهلي اللي اتلعب فين؟ في السويس. شويه العيال السفله اللي قعدوا يشتموا بورسعيد، انتوا عايزين كارثه تاني؟ تشتموا بورسعيد ليه؟ طلع بيان. كل بس انت طلعت بيان قبل كده هنذيعه بكره. سيد عبد الحفيظ الاخوانجي بتاع رابعه شتمني في قناه الاهلي والشركه المتحده، قال لك شيل الشتيمه من يسموها بتاع الايه؟ السوشيال ميديا. عملت انت الولد الكلب علاء الشاذ، شاذ بجد مش هزار، مش انا. وانا ارجل منكم كلكم. عايزين تجربوا؟ ما تخليش تجرب. نعمل عينات مع اللي سمعنا يا ابني مصر التي في خطر.
بس يا عم صلى على النبي، هتجرب ايه؟ اتعرفهم ازاي وعينة ايه يا عم؟ الكلام ده ما ينفعش يطلع على التلفزيون. انت بتقول ايه؟ ده الكلام ده بلس 18 بلس 44 يا عم، صلى على النبي كده في سرك. وموضوع الداخلية والنادي الاهلي ردنا عليه في الماتش اللي فات، وموضوع كابتن سيد عبد الحفيظ، طب ما انت يعني برضه مسكته فضلت تشتم فيه، وقال لك لو انت تقصدني بايه فانا ما دخلتش فين، وكان رد فاعل يعني. بس كفايه اللي قالوا عن موضوع الرجاله والشواذ، واوريكم وعينه. لا نكمل بقى، نشوف اللي بعد كده ونرجع نرد عليه. ايه ده؟ ايه الافتراء ده؟ ايه الظلم ده؟ هو بصرف النظر عن انه عنده ابنه ولا بيصرف، اللي بتقول بصرف على ابويا، ده مرتبك صح، ده حقك. حقك غصب عني وعنه وعن اللي حاميينه. دول لو طلعوا الشارع هتبقى كارثه. لو طلعوا الشارع هتبقى كارثه. يا اللي مش واخد بالك، هو ده الامن القومي، هو ده الامن الوطني، هو ده. وانا بقالي 3 ايام عندي معلومات هيطلعوا الشارع، ولو طلعوا الشارع علي العوض. هتقول لي هتضربهم؟ هينضم لهم ناس، هيقول لك ناس عايزه مرتباتها، مش ده اللي هيحصل؟ وعشان كده احنا النهارده ايه؟ ده 5 النهارده اول مره في التاريخ، هذا السبت السبت يعني انا السبت اول مره من ساعه ما جيت 2014 يتاخر يوم. صح. بالعكس انا كل 3 اشهر بدي شهر مكافاه، بزود بال1000 جنيه. لازم تتصرف، والناس دي غلابه هتعمل ايه؟ ايوه صح. والمعركه مطوله، واحد عنده فاسد ومحاولينه ناس ساندينه. بقول اهو يوم الاحد ان شاء الله هيتم صرف جميع مرتبات العمال والموظفين. هو انت في حاله طبعا حرام. والله انا اتصرفت يوم الاحد، جميع العمال والموظفين هياخدوا مرتبهم بالكامل عشان ما ينزلوش الشارع. هناك على بلدك، عشان ما ينزلوش الشارع يا باشا. يا اللي بتقول انا اللي عامل احتقان، ولو نزلوا الشارع انت اللي هتمشي. كله متربص، كله مستني ساعة الصفر الشرارة. شرارة لو طلع 5000 عامل وموظف الشارع وفرد امن، بدأت شرارة الشر. انا اللي بعمل اتقان وهو لا، ده بيبو اسطورة. ايوه اسطورة. مش رئيس نادي الزمالك بيهدد ان عمال نادي الزمالك هيطلعوا الشارع وعنده معلومات ومش مسؤول عن اللي هيحصل. طب ما هو انت المسؤول، ما انت لو اديت لهم مرتباتهم في مواعيدها ما كانش ده كله هيحصل. فانت اصلا سبب المشكلة، وخلاص جه عليك الوقت اللي تهدد الدولة يا مرتضى. بتهدد الدولة يا سيادة المستشار بالعمال انهم هيطلعوا. طب قلت بعدها انك حليت المشكلة وكمان كام يوم هتقبضهم. طالما ان انت حليت المشكلة كان لازمة الكلام ده ايه؟ ولا انت بتحاول توصل رسائل، ولا انت بتعمل ايه بالظبط؟ الفيديو اللي فات عمال تتكلم على 11/11، والفيديو ده بتقول الموظفين هينزلوا الشارع. والله شكلك ما هتجيبها البر. نشوف الفيديو اللي بعد كده علشان في كلام مهم جدا، وبيهدد بإيقاف النشاط الرياضي في نادي الزمالك. نشوف الفيديو ونرجع نرد عليه. ده بتاع السله، خلي عندك دم. انت بقيت وانا محجوز عليا عايز كام بقى به عشان لاعب محترف؟ اهو كده. اهو انا بعتها الوزير يتصرف. بذمتك انت عندك دم بجد؟ انت بتاع السله، انت يا جدع يا قصير، انت اللي اسمه ايه ده بتاع السله، اسمه ايه؟ دكتور مجدي يا فريق. مجدي مين وبتاع مين؟ انت عندك دم؟ انت عندك دم؟ نادي محجوز عليه وبقيت لي عايز $48,000 988.9 10% عن لاعب، ومش عايز تأيد اللاعب. طب انا هقول لك المفاجأة دلوقتي. بعت الوزير اهو الجواب بتاعه اهو، اتفضل. والله ما عندك دم، اقسم بالله ما عندك دم. السله. طب والطايره عايز مني ايه بقى؟ الاخ ياسر
لم نفسك يا ياسر، وانا بقول لك لم نفسك، مش هقول لك تاني، لم نفسك، لم نفسك. الباشا عايز مني ايه؟ 140,548 دولار 825. طيب ده اليد، ده ايه ده؟ ده طايره مش كده؟ ايه الارقام الخرافيه دي؟ طيب انا كلمتين ما لهمش تالت. ايه الارقام دي؟ الكلام ده لو ما اتلغاش بوقف النشاط الرياضي في نادي الزمالك. 4 مليون هنا. يا باشا كلامي واضح، المسخره دي لو ما وقفتش بلغي النشاط الرياضي في نادي الزمالك. خلي عندكم دم. هو نادي الزمالك دي بيحه؟ هو في حد سؤاله تاني اهو، اقسم بالله المسخره دي لو ما وقفتش، وانا بقى كلها جوابات للسيد الوزير اهو، بقول له اتصرف. اتفضل يا باشا، كله رايح للوزير. يا اخي بقول لك مش لاقيين انتوا مرتبات الموظفين والعمال، وانت عمال تقول لي في يالا فوق يالا فوق يالا انت هو ده، انتوا بسطوا الجزم عشان ننتخبكم وكلكم جيتوا، وانا اللي قعدت اكلم كل الانديه. جاي النهارده 400,000 دولار منين؟ ودولار ايه وزفت الطين ايه؟ هي بلد فيها دولارات اصلا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يا وزير الشباب من فضلك ورئيس الوزراء من فضلك كفايه. منين؟ هو انا عندي مصر عشان اجيب لك دولار؟ وايه بقى؟ ورافض يسجل. هتسجلهم غصب عنك. انا بقول لك اهو غصب عنك لانك مفتري. هتاخد مني في كل واحد ده 400-500 الف دولار منين؟ هو في ايه يا جماعه؟ ايه المسخره دي؟ رئيس نادي كل يوم يطلع بسليه، انا بطلع بسلي الناس يعني عندي فلوس وبكذب؟ انا مش عارف. لو بتاخد بطوله خلي عندكم دم انت هو بقى بجد. وخلي بالك كلهم مضوا على عزلي قبل كده. اتفضل يا سيادة المستشار، انت راجل قانون، فلما تقول عليه قصير وأزعة فانت كده بتتنمر على الناس ديت، وده طبعا في قانون دلوقتي ضد المتنمرين. دي أول حاجة كده على طرف المعلقة. الحاجة التانية، طب ما الفلوس دي مستحقات، عشان تسجل لعيبة لازم تدفع مبلغ ما، فانت عايز تعمل ايه؟ ولا انت مش متعود تدفع فعايزهم عنوتة بس الكراسة اتمالت شكك، فنعمله ايه طيب؟ نعملهم ايه طيب؟ فيعني الناس طلبتك زيك زي غيرك، وده شيء طبيعي. انت عايز تخرج عن النص ولا مش عايز تدفع ولا تعمل ايه؟ وهتبعت طب سيادة الوزير هيعمل لك ايه؟ قضية مستحقات لازما منها. يعني ما لو ما اخدوش منك مش هينفع ياخدوا من الانديه التانية. الحاجه التانية ان الفلوس ديت مش بتخش في جيب الاتحاد بس، ده في يعني ضرائب مستحقه وضريبه اضافيه من حق الدوله، ده شيء طبيعي جدا يعني. الحاجه الاخيره بقى اللي هنختم بيها النهارده، وهو بيشتم مسؤول عن صندوق سيادي في الدوله، نشوفه بيقول عليه كلام والله لبس الكلبوش، نشوفوه هيقول ايه عشان نرجع نرد عليه. وبرضه مستني تحيا مصر الواد اللي عمل دكر ودخل مع احمد موسى. لو انت دكر طلع لي اسماء اللجنه اللي استلمت الفلوس. مش انت دكر؟ انت راجل رئيس مصر اللي هو محمد امين، شخصيه محترمه، وانت عملت فلعوص. لو انت راجل واشك في ذلك، اطلع يالا. مش طلعت مع احمد موسى؟ احنا اطلبوا الواد، وريني اللجنه اسمها والمبلغ كام اللي خدوه من الاخ محمود الخطيب 228 مليون ونص. مش هسكت. ما تطلع تقول يالا، اطلع تقول لي فين الساعات يالا، اطلع قول. خلاص مرتضى هدي حاضر، ده بلد حاضر، وكل ما هدي يقول لك لا بس لا 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 يعمل بيان يبارك لنا، لا 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 لا. في الاخر روح اعمل له بيان اعتذار، قول له انا غلطت ما كنتش واخد بالي. انا بقول ايه؟ نعم انا عايز اتحبس. شفت انا وصلت درجه ايه بقى؟ وتحملوا اللي يحصل.
عايز اتحبس. في حد يا جماعه في مصر عايز يتحبس؟ ما الواد قال لك هيتحبس اهو، يلبس البدله الزرقاء. نفسي البس بقى البدله الزرقاء زي الكلب اللي هربان في الكويت قال عليها اللي هو سكرتيرو. يعني الراجل المحترم طلع قبل كده مع احد الاعلاميين يعني اللي انت ذكرت اسمه من شويه، وطلع يتكلم بورق. دلوقتي طلع تقول لو انت راجل، واشك عيب. الراجل ده ممثل لصندوق مهم في الدوله، فما ينفعش يكون الرد عليه بالطريقه ديت. فالغريب ان انت طالع يعني زعلان من نقطة أو نقطتين، وأنت بتدافع أو بتعبر عن رأيك بتغلط في 500 شخص. فالكلام ده والله العظيم لو حد قاعد كده مركز هيكون ليه عواقب شديدة يعني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبطلب من حضراتكم نعمل لايك ونشترك في القناة ونشير الفيديو علشان دايما يوصل لكم كل جديد. وزي ما اتفقنا لو طلع يتكلم تاني، واكيد هيتكلم، الموضوع شكله مطول يعني، اكيد برضو هتكون في حلقات جديدة نرد عليه ونشوف الدنيا هتوصلنا لايه. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. تحياتي لحضراتكم.